في يوم 5 مارس سنة 1875 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبر بخصوص مصر بيتكلم عن الإصلاحات اللي مصر عملتها للمحاكمات اللي بتتم للأوروبيين على أرض مصر. وبيقول الخبر إن قبل الإصلاحات دي النظام كان ماشي كالتالي: إن لو في دعوة متقدمة بين جنسيات أوروبية مختلفة أو حتى من نفس الجنسية أو بين الأوروبيين وأهل مصر، فاللي كان بيفصل في الدعاوي دي قنصل الشخص المدعى عليه. وبيدي الخبر مثال ان لو الدعوة ضد راجل ايطالي من راجل رومي او مسكوبي، وهنا مسكوبي دي في الاغلب المقصود بيها روسي، فبيقول الخبر ان المحاكمة بتاعت المدعى عليه الايطالي بتحصل الاول في قنصلية ايطاليا، والعكس لو المدعي كان ايطالي والمدعى عليه مسكوبي او رومي او فرنساوي، فبتكون المحاكمة في قنصلية بلدان المدعى عليهم. وهنا بيشرح الخبر الارتباك اللي بيحصل بسبب النظام ده، لان لو في كذا شخص مرتبط بنفس الدعوة من دول مختلفة فالمحاكم اللي بتحصل بتبقى كتيرة، وساعتها المدعي بيضطر يلف القنصليات كلها علشان يقدم دعوته، وساعات بيوصل عدد القنصليات اللي بيزورها المدعي ل5 قنصليات. فبسبب الموضوع ده الخديوي إسماعيل كان عاوز يصلح النظام، خاصة ان مفيش في المعاهدات والاتفاقيات شيء يبرر النظام ده. وكمان الخديوي شاف ان عدد الأوروبيين اللي كانوا في مصر سنة 1836 كانوا حوالي 3000 شخص، فساعتها النظام ما كانش محتاج إصلاح. بس حاليا في السنة اللي بيتكتب فيها الخبر وصل الأوروبيين في مصر ل 200 ألف شخص، وإن أشهر مدن مصر أغلبية سكانها بقوا أجانب، وكتير منهم اتملكوا عقارات. فعلشان كل الأسباب دي اتصل الخديوي إسماعيل سنة 1867 بالدول الأوروبية علشان يقترح إنشاء المحاكم اللي هيكون أربابها من المصريين والأوروبيين اللي هيمثلوا 17 قنصل أوروبي. وطبعا دي كده بداية المحاكم المختلطة في مصر. وبيقول الخبر ان طلب الخديوي حاز رضا اغلب الدول الاوروبية، وفي سنة 1869 تم انشاء لجنة من وكلاء الدول الاوروبية وبحثوا في الاصلاح ده، وتم الموافقة عليه، وتم ترتيب اقامة محكمة محلية تحت سلطة الخديوي، وتكون المحاكم فيها قضاة من كل الطوائف وليهم الحق في الحكم في كل الدعاوي المدنية والتجارية والسياسية والجنائية. وهنا وافقت كل الدول الأوروبية على الترتيبات دي ما عدا فرنسا اللي اعترضت على المحاكمات الجنائية. وهنا بيشرح الخبر إن نظام المحاكم مقتبس من المعاهدات اللي تمت ما بين الدول دي ومصر، وتم بناء على ده إنشاء 3 محاكم، واحدة في القاهرة والتانية في الإسكندرية والتالتة في الزقازيق، وكمان هيكون في محكمة استئناف في الإسكندرية. وكل المحاكم الأولية مكونة من 7 قضاة، 4 أجانب و3 مصريين. أما محكمة الاستئناف مكونة من 11 قاضي، 4 مصريين و7 أجانب، فالأكثرية في كل درجات المحاكم للأجانب. وهنا بيقول الخبر إن اللي بيعرضوا الإصلاح ده مش واثقين من استقلال قرارات القضاة المصريين، ده لأن الحكومة المصرية ممكن تأثر عليهم بما إن الحكومة هي أكبر ملاك الأراضي والتجارة. ومن بين اللي اشتكوا من الإصلاحات دي كانت دولة فرنسا، اللي قالت إن من بين 19 قاضي مفيش غير 2 فرنسيين بس. وبالرغم من اعتراضات فرنسا إلا إن الإصلاحات دي تمت. وبيختم الخبر بأن نظام المحاكم دي متعلق بحسم الدعاوي بين الجنسيات المختلفة. أما الدعاوي المقامة بين نفس الجنسيات فاللي بيفصل فيها قنصل الدولة دي. وإن المحاكم المشكلة دي من مهامها الدعاوي على الأموال المنتقلة بدون اعتبار جنسية المدعين. وإن نتيجة النظام اللي طبقته مصر ده إن المحاكم دي سلبت الفصل في الدعاوي بين الأجانب والحكومة المصرية أو رعاياها من إيد السياسة. ده لأن محاكمات الأجانب ما كانتش بتخضع لنظام المحاكم المحلية زي المصريين.